الحلقة الأولى: بداية قصة مصر. بداية قصة مصر في عصور ما قبل التاريخ. إيه المقصود بعصور ما قبل التاريخ؟ هي عصور طويلة جدا جدا، وهي الفترة التي لم يعرف فيها الإنسان الكتابة، وبالتالي لم يتمكن من تدوين تفاصيل حياته اللي هي التاريخ. معنى كده إن الكتابة هي الحد الفاصل بين عصور ما قبل التاريخ والعصر التاريخي. السؤال اللي بيطرح نفسه دلوقتي: إزاي اكتشف عصر ما قبل التاريخ رغم عدم معرفة الإنسان للكتابة؟ اعتمد الباحثون على ما تركه الإنسان من أدوات هذا العصر، كالأسلحة التي يدافع بها عن نفسه، والأواني المستخدمة، وآثار لمنازل وبقايا مقابر. عصور ما قبل التاريخ بتنقسم إلى 3 أقسام. الأقسام كلها تنتسب لكلمة الحجري، يعني عصر ما قبل التاريخ هو العصر الحجري، والسبب في هذه التسمية إن أدوات هذا العصر تصنع من الحجر. إيه هي أقسام العصور الحجرية؟ 1. العصر الحجري القديم، ويبدأ من 600 ألف قبل الميلاد إلى 10,000 قبل الميلاد. والعصر الحجري الوسيط يبدأ من 10,000 قبل الميلاد إلى 5,000 قبل الميلاد. العصر الحجري الحديث من 5,000 قبل الميلاد إلى 3,100 أو 3,200 حسب كلام بعض الباحثين. يعني بعض الناس بتقول إنه انتهى عند 3,100 أو 3,200، ولابد نضع في الاعتبار إن الأرقام دي أرقام تقريبية وليست دقيقة نظرا لغياب التدوين. أولا، العصر الحجري القديم. العصر ده أطول وأصعب عصر مر على الإنسان. كان عليه إنه يستخدم عقله في التعامل مع صعوبة الحياة ومقاومة الحيوانات المفترسة اللي كانت عايشة معاه في نفس المكان. كانت حرفته الأولى جمع الثمار اللي كانت بتثمرها الأشجار من الأمطار الغزيرة، واحترف أيضا الصيد، وكان بياخد من الصيد ده الطعام، وبياخد الجلود والفرو اللي كان بيلبسه عشان يحميه من الحر الشديد والبرد الشديد. الآلات اللي اتوجدت في العصر ده تميزت بأنها آلات خشنة جدا جدا، وطبعا كانت تتناسب مع نظام الحياة اللي هو كان فيه عشان يقدر يدافع عن نفسه ضد الحيوانات المفترسة ويقدر يصطادها. يا ترى هل عثر الباحثون في مصر على بقايا لهذا العصر؟ ده حصل. عثر على عظام لإنسان من هذا العصر الحجري القديم في حوض كومومبو، تميز بقوة فكه وبروز عظام الحاجبين واعتدال قامته. ننتقل إلى العصر الحجري الوسيط. العصر الحجري الوسيط هو حلقة اتصال ما بين العصر الحجري القديم والعصر الحجري الحديث. معظم علماء عصور ما قبل التاريخ لا يعترفون بهذا العصر، هم شايفينه تمهيد للعصر الحجري الحديث. عثر في العصر ده على أسلحة صغيرة مدببة. العصر الحجري الحديث هو عصر ينقسم إلى مرحلتين. الأولى، بقيت الأدوات المصنوعة من الحجارة هي الأدوات الرئيسية الوحيدة المستخدمة، ويسمى عصر حجري حديث صرف، أي أن كل الأدوات كانت من الحجارة فقط. أما المرحلة الثانية، بدأ الإنسان يستخدم المعادن وخاصة النحاس، ويسمى عصر بداية المعادن. ما هي مميزات العصر الحجري الحديث وما هي مميزات العصر النحاسي أو عصر المعادن؟ أولا، العصر الحجري الحديث المرحلة الأولى، انتقل الإنسان من حرفة الصيد لحرفة الراعي والزراعة، وكان السبب في كده قلة الأمطار والنباتات اللي أدت إلى قلة الصيد، فاستشعر الإنسان الخطر. وفي المرحلة دي تطورت وتعددت أنواع الآلات الحجرية اللي أصبحت مدببة بدقة، وعرف الإنسان صناعة الفخار وصناعة السلات المجدولة وبناء المساكن والقبور ونسج الكتان. أما مميزات العصر النحاسي أو عصر المعادن، في المرحلة دي تمكن الإنسان من صنع ملاعق تشبه الملاعق التي نستخدمها الآن، وصناعة الإبر المخرومة المصنوعة من العاج أو العظام أو النحاس، وزخرفة الفخار. الأواني الفخارية كانوا بيزخرفوها ويلونوها، وكمان استطاع صناعة حلي النساء
زي الأساور والعقود المصنوعة من النحاس والفيروز والعقيق، وكانوا بينسجوها من خيوط الكتان. وكان أهم ما يميز هذا العصر في مصر عن غيرها وجود مصانع للسكاكين الفخمة بوجهين وبأحجام خارقة في مغاغة بالمنيا. باقي نعرف ازاي اتكونت الدلتا. النيل كان بيصب مياهه في البداية في خليج ثلاثي الشكل، يعني على شكل مثلث، ولكن رواسب النيل الطينية غطت المثلث ده وشكلت الدلتا حاليا، وأصبح النيل بيصب في البحر المتوسط. يعني الدلتا هبة النيل زي مصر بالظبط. ده كان ملخص العصر الحجري بشكل مبسط بعيدا عن أي مصطلحات صعبة أو معقدة، ونصيب مصر من الاكتشافات في العصر ده. ودي كانت بداية قصة مصر الطويلة. أترككم في أمان الله.